بيبدأ فيلمنا في مصنع كيماويات في ليبيا، وده يا صديقي مصنع خاص بالجيش، وكانوا مخبيين فيه صواريخ نووية. وفجأة بيهجموا عليهم مجموعة من الجيش البريطاني، والزعيم بتاعهم اسمه رحمن. والفريق البريطاني كان قوي جدا لدرجة ان الجيش التاني ما خدش في ايديهم غلوة، وكان قدر ان هو يوصل للجنرال الليبي وقتل مراته، وكمان هدده ابنه، وده علشان يعرف مكان الصواريخ. والجنرال بيضطر يقول على مكانه، بس رحمن ما كانش عنده اي رحمة وقتله هو وابنه. والناحية التانية بنشوف المعلم سيلفستر، واللي انا شايفه ان هو ضيف شرف في الفيلم، وبيكون اسمه بيرني، واخد بعضه وراح لجيسون. وجيسون كان بيتخانق مع حبيبته روجينا الجامدة، وبتقوله ان مهاراتها ما تقلش عنهم هما الاتنين. وبتقول لبيرني هو انت رئيس بس خلاص راحت عليك، وان هي من ضمن فريق المرتزقة. وبعدها صوتت في وشهم ودخلت. وجيسون بيقوله عنيفة قوي بس جامدة، وبيسأله انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ قاله ان الخاتم بتاعي وقع امبارح في البار. وبياخده على هناك، وبيقوله ان هو حاول يرجع الخاتم بس جامبو مرضيش يديهوله، وده لانه خسره في الرهان. والخاتم ده يا عزيزي غالي قوي عند بيرني. وجيسون قاله المفروض انك انت قوي ومحدش بيقدر عليك. قاله ما انت كمان المفروض بشعر، ايه اللي جرالك؟ محدش بيفضل على حاله. وبيقول له انت اللي هتجيب لي الخاتم، وبيديله حديد من اللي بيتلبس في الايد. وجيسون بيروح لجامبو، وفي الاول بيتكلم معاه راجل لراجل، بس لما ما جابش سكه اداله على قفاه ونزل فيهم ضرب. وبعد ما اداهم العلقه السخنه بيرجع لبيرني الخاتم، وبعدها بيتجمع هو وفريقه، وبيجيب لهم واحد اسمه مارج، وده بيكون من المخابرات المركزيه، وبيقول لهم ان مهمتهم القبض على رحمن. وبيقول لهم ان هو عنده جيشه الخاص بيه، وشغال لمصلحه عميل اسمه ازلت، وإن هم أقوياء جدا، ودلوقتي هم في مصنع في ليبيا وبيسرقوا الصواريخ. والصواريخ دي هتودينا في 60 داهية، والصواريخ دي لو وقعت في إيد أزلت هيعمل بيهم فوضى دولية كبيرة. ودلوقتي حالا تلموا بعضكم وتطيروا على ليبيا وتمنعهم إن هم ياخدوا الصواريخ دي. وبعدها بيركبوا الطيارة وبيكونوا خلاص قربوا يوصلوا على المصنع، بس بيتضرب فيهم صاروخ أرض جو، بالرغم من إن المفروض إن محدش عارف إن هم موجودين. وفي الوقت ده كان رحمن أخد المتفجرات، والمرتزقة بينزلوا وبيحاولوا يوقفوه، وفضلوا يجروا وراهم بالعربيات، وبيحصل شوية ضرب وطحن ما بينهم، واللي قدروا يقتلوه فيهم قتلوه. وبيرني كان في الطيارة بيساعدهم من فوق، وجيسون كان وصل للعربية اللي فيها رحمن، بس رحمن بيضرب طيارة بيرني وكانت خلاص بتقع. وقال لجيسون يكمل المهمة ويقبض على رحمن، لكن جيسون كان خايف عليه وقال له استحالة سيبك تموت، وساب رحمن علشان يجري. بس للأسف رحمن ضرب الطيارة مرة تانية، وبسرعة ركب طيارته علشان يهرب. وجيسون حاول يلحق بيرني، بس للأسف بيكون راح مع اللي راحوا. ودي كانت بالنسبة لنا المفاجأة الغريبة. سيلفستر بيطلع ضيف شرف في الفيلم، والمهمة بتفشل. وجيسون بيرجع وكان زعلان على بيرني، واخد ايده اللي كانت متفحمة دي وحطها في البار اللي كانوا متعودين يروحوه، ذكرى ليه يعني. وشوية وبيجيله روجينا وبتواسيه على موت بيرني، وبتقوله تعالى انا هنسيك الزعل. وجيسون لسه هيتكلم بيتفاجئ بمارش داخل عليه، وجيسون قال له كويس ان انت جيت، هنتعامل مع الواد اللي موت بيرني ده امتى؟ ومارش قال له انت اصلا خارج المهمة، وبيقول له ان هو كان السبب في فشل المهمة، وده لانه ما سمعش كلام بيرني لما قال له يكمل المهمة ويقبض على رحمن. وعلشان كده الزعيم اللي هيبقى مكان بيرني روجينا. وباقي الفريق بيتجمع وبيعرفوا ان هو ضايع وقتهم لما حاول ينقذ بيرني. وجيسون بيتضايق وبيقول لهم يا عم متشكرين على دعمكم، وسابهم ومشي. وقبل ما بيطلع من البار بياخد الخاتم بتاع بيرني وبيلبسه وبيرجع للبيت، وكان قاعد من غير ولا شغلة ولا مشغلة، وبيقرأ إعلان عن بلوجر مشهور عايز حارس شخصي وبيروح يشتغل معاه. بس ما كانش عاجبه الوضع، وده لأن البلوجر ده ما كانش بيعمل حاجة غير إن هو يجيب بنات زلط ملط ويتصور معاهم وهم بيرقصوا. وجيسون كان ماسك نفسه بالعافية على الكلام والهري اللي كان عمال يقوله، بس ما قدرش يكمل للآخر وراح للبلوجر وهو طالع لايف ولعب في وشه البخت. وبيرجع على شقة روجينا وبيفتح الخزنة بتاعتها علشان يعرف ايه المعلومات عن المهمة الجديدة، وده لانه عايز ياخد حق بيرني من رحمن. وبتدخل عليه روجينا وبتقول له واحد غيرك كان زماني ضربته برصاصة دلوقتي، وبيسألها عن المهمة واللي مكتوب في الورق ده. فبترد عليه وبتقول له ان الحاجة المفيدة من موت بيرني ان الوثيقة اللي في ايدك دي اتعرفت، وبتعرفه ان بيرني كان جزء من عملية سرية بين الوكالات الدولية، ولما المهمة فشلت وبيرني مات عرفوا بالوثيقة دي واللي فيها معلومات تخص شخص كان شغال مع أزلت، وانهم هيقدروا يستفادوا من الوثيقة دي في القبض على أزلت. وجيسون قال لها ان هو عايز ينضم لفريقها، وقالت له كان على عيني بس انت بره الموضوع. فرد عليها وقال لها يعني هتقدري تعيشي من غيري؟ مش هوحشك يعني؟ قالت له لا، هيبقى معايا حبايبي كتير. وكانت عايزة تاخد منه الوثيقة، وبدأوا يا صديقي خناقة
من اللي اي شاب بيتمناها، خناقة رومانسية كده مع بعض. وبعدها قال لها ان بيرني كان بالنسبة له اخ مش صاحب، وروجينا بتوعده ان هما هيجيبوا حق بيرني. فبيقول لها انا عارف اني مش هعرف اروح معاكي، وعلشان كده عايزك تاخدي السكينة دي وتخليها معاكي. والمعلم كان حاطط فيها جهاز تتبع، والتاني يوم بيصحى مش بيلاقيها موجودة، وبيفتح التليفون وبيشوف مكانها فين، وبياخد بعضه المكان عند بحر في جنوب اسيا. وبيسأل عن واحد اسمه ديشا، فبيقول له الراجل ده ان ديشا مات من زمان، ولما شافه بيسرق القارب قال له لا ما تمدش ايدك على القارب ده. فبيقول له انت مالك، وبيتخانق معاه، بس بيشوف خاتم بيرني في ايده وبيقول له خاتم بيرني معاك بيعمل ايه؟ فرد عليه جيسون وقال له علشان مات، وانا عايز القارب ده علشان اخلص على اللي قتله، وكنت بدور على واحد اسمه ديشا علشان بيرني كان قايل قبل كده ان ديشا هيساعده. فبيرد عليه بيقول له انا ديشا اللي كنت بتدور عليه، وبقالي فترة بحاول ارمي الماضي ورا ظهري واعيش في سلام، بس طالما الموضوع يخص بيرني انا هوصلك بالقارب في اي مكان. والناحية التانية مارش قال لهم ان هو هيطلع معاهم المهمة، وده لانه مش عايز اي غلطات المرة دي، ولازم يقبضوا على رحمن ويمنعوه قبل ما يعمل حاجة بالصواريخ دي. وبيعرفهم ان هم سرقوا سفينة من تايلاند، ودلوقتي هم في طريقهم لساحل اسمه فلاديفوستوك. المهم ان ده ساحل روسي، وازلت هيكون على السفينة دي، وان دي فرصتهم الوحيدة في القبض عليه قبل ما يتسبب في حرب عالمية بين الدول. فبياخدوا بعضهم وبيروحوا على هناك، واول ما بينزلوا على السفينة بيلاقوا المكان هادي جدا، وشكوا ان في حاجة غلط مش طبيعية، وبيتفرقوا علشان يشوفوا الدنيا، بس ما يعرفوش ان هما معمول لهم فخ واتقبض عليهم كلهم واحد ورا واحد، وكل واحد شك في التاني. وبعد شوية مساعد رحمن بيدخلهم وبيسألهم مين فيهم القائد، ورد مارش قال له عايز ايه، فاداله واحد على قفاه وخدوا الرحمن. وفي الوقت ده كان جيسون وديشا وصلوا، وبيرمي حبل على السفينة وبيعلقوا فيها، وبيقول لديشا يطلع معاه، لكن ديشا بيرفض وقال له ان هو بعد عن الطريق ده من زمان، انا كده عملت اللي عليا وجبتك لحد هنا وهستناك. وجيسون بيطلع على السفينة لوحده وبيمشي بالراحة علشان محدش يحس بيه، لكنه برضه بيتمسك، وبيقول له لف بالراحة، لكن جيسون اول لما بيلف بيضربه بالسكينة. وفي الوقت ده كان رحمن بيضرب مارش وبيكلم المساعدة بتاعته، وقال لها ان هو هيسلمها مارش لو سلمتهم مسجون اللي يخصه، وهنا كان قصده على الراجل اللي كان شغال مع ازلت. ولكن المساعدة بتقوله ان الموضوع ده مش بايديها، وهي ملهاش سلطة ان هي تفرج عن المسجون اللي هو عايزه. ولكنه بيقول لها انا عارف ان مش بايدك، بس برضه انا عارف مين اللي ليه سلطة ان هو يفرج عنه، وطبعا كان يقصد مارش. ومارش بيقول لها تقدم طلب لخروجه، وبيديها رقم الموافقة على الطلب. وجيسون كل ده لسه بيمشي جوه السفينة، واللي كان بيشوفه بيموته، وبيشوف 3 بيتفرجوا على فيديو بتاعه وهو بيضرب البلوجر، وواحد فيهم بيقول ان هو بيحبه ونفسه يشوفه. وطبعا هنا جيسون ما بيحرموش من حاجة وبيطلع وبيموتهم، بس بيستغرب ان هو لحد دلوقتي ما قابلش حد من فريقه، فبيضرب واحد من ال3 وبيسأله عنهم، وبيقول له وبيعرف منه المكان اللي محبوسين فيه. ولكن رحمن بيحس ان في حاجة غريبة بتحصل، ولما بيكلم رجالته عشان يطمن بيرد عليه جيسون وبيقول له ان رجالته مستنيينه في جهنم. ولما المساعد بيسأله مين اللي بيتكلم بيقول له انا اللي غلطت وسبتك تعيش. ورحمن بيقول له انا فرحان انك وصلت هنا علشان اوديك لصاحبك بايدي. وساعتها رحمن بيؤمر رجالته يطلعوا عليه، وجيسون بيستخدم المسدسات براحته لانهم طبعا عرفوا بوجوده على السفينة، وكان اي حد بيقابله يا عزيزي بيموته. وبياخد موتوسيكل بيلاقيه في وشه، وديشا بيسمع صوت ضرب النار وبيطلع لجيسون، والاتنين بيعملوا جو عالي قوي. والفريق المحبوس كانوا بيشوفوا طريقة يطلعوا بيها، وبيكون في مكان صرف للمية الزيادة اللي جوه المركب، والمكان ده بيتفتح اول لما بيجي عليه مية، فبيقرر واحد فيهم يفتحه، وفعلا ده بيحصل. وجيسون وديشا بيوصلوا ولكن مش بيلاقوا حد، فبيعرفوا ان هم اتصرفوا وخرجوا، بس للأسف الحلو ما بيكملش وبيتقفشوا. بس المرة دي جيسون وديشا بينقذوهم، وروجينا بتقوله انت اتأخرت ليه، انا مستنياك من بدري. فبيقول له وانت عرفتي منين ان انا جاي؟ قالت له هو انا تلميذة، انا عارفة ان السكينة دي فيها جهاز تتبع. وبيروحوا بعدها كلهم لمكان القنبلة، وبيعرفوا ان هي هتشتغل بعد 27 دقيقة، وبيتفقوا ان هم هيخلصوا على كل الرجالة وياخدوا الجهاز اللي بيوقف القنبلة من رحمن، وبيتكلوا على الله وبيقتلوا اي حد يقابلهم في طريقهم. وروجينا بتلحق جيسون قبل ما ياخد طلقة، وبتقدر ان هي تنقذه، فبينقذها هو كمان من طلقة كانت هتيجي فيها، وبيقول لها كده خالصين. وفوق مساعد رحمن بيضرب واحد منهم بالسكينة، وديشا والبت التانية بينزلوا ضرب في المساعد، وجيسون بيدخل لرحمن وبيقول له يديله الجهاز اللي هيوقف بيه القنبلة، ولكن رحمن بيقول له تعالى خده. وبينزلوا بعدها ضرب في بعض، وجيسون بيضربه وبيطلع كل الزعل اللي جواه على بيرني، وبعدها بيسأله على الجهاز تاني،
بس رحمن بيقوله ان هو مش معاه الجهاز وان الجهاز مع أزلت. وفي الوقت ده بيوصل المسجون اللي كان شغال مع أزلت وكانوا المفروض ياخدوه ويسلموا مارش. بس المفاجأة هنا يا صديقي ان مارش طلع أزلت وبيقتل المسجون اللي كان شريكه زمان، وده لانه كان هيعترف عليه. وجيسون وروجينا بيعرفوا ان مارش خدعهم وان باقي 12 دقيقة بس على الانفجار. وبيطلع جيسون وبيضرب طيارة مارش وبيقول له اعتقد انك مش هتحتاجها تاني وهات الجهاز اللي معاك. ولكن مارش بيقول له انت فاكر انك كده بتمنعني من اللي انا عايز اعمله؟ ده انا مستني اللحظة دي من زمان، وان كل المرتزقة هيستحملوا اللوم. وقال له سيبني بقى استمتع بالعرض. وبعدها بيرمي الجهاز في البحر وبيقول لرجالته يقتلوا جيسون وباقي الفريق. وديشا بيقول لجيسون ان الحل الوحيد ان هم يركبوا القارب بتاعه، وفعلا بيعملوا كده. وبعد ما نزلهم كلهم على القارب بيقول لهم انه لازم يخلص المهمة وان هم يرجعوا ويسيبوه. وبيدخل لغرفة القيادة علشان يوقف السفينة قبل ما توصل للساحل، وكان عايز يقلبها ويغرقها بس رجالة مارش بيعطلوه وكان خلاص استسلم للموت. لكن فجأة بيلاقي السفينة بتتضرب من فوق وكل الرجالة بتموت ما عدا مارش. ولما بيطلع مارش بيقوله ان بيرني كان بيحاول يفضحه من زمان ولكنه معرفش، وبيقوله انت اكيد ذكي وبيرني اكيد فرحان بيك دلوقتي. وجيسون بيرد عليه وبيقوله ابقى اسأله انت بنفسك. ولسه هيضربه لقى فرتك قدامه وبيطلع اللي عمل كده بيرني، وبنعرف ان هو كان لسه عايش. وبياخد جيسون وبيمشوا بعيد وبعدها بيبعت صاروخ للسفينة وبتنفجر وبتغرق والقنبلة بتتضرب تحت المية. وحرفيا كده يا صديقي دي لو كانت انفجرت فوق المية كانت هتبقى كارثة. وجيسون بيطلب من بيرني يفهمه لانه كان المفروض ان هو ميت، فبيقوله ان من 25 سنة عملوا عملية واتفصل فيها 8 موظفين، وكمان قاله ان لازم تعمل حاجة معينة علشان تكتشف وثيقة معينة. وبيقوله كل ده علشان اخرج مارش من مخبأه واثبت ان هو أزلت. ولما سأله خبيته عننا ليه فرد عليه وقال له انا عملت المهمة دي على امل انكم تعيشوا علشان الموضوع كان شخصي. وبيتجمعوا كلهم بعد كده في البار وبيفضلوا يشربوا ويهزروا مع بعض. بس كده يا سيدي، وبكده بيكون فيلمنا خلص. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده يا صديقي عشان يوصلك اشعار بكل افلامنا الجديدة. يلا اشوفكوا على خير في فيلم جديد. سلام.